كمان الممبار اللي في الحله التانية دي كان استوى معايا. خلاص كده الكميه بتاعه الممبار. الحله دي برضو بنسيبها تبرد نفس الطريقه، ولما تعمل طبقه دهن بنشيل الدهن خالص بنرميه، وبنرمي الشوربه في الحوض علشان ما تسيدش الحوض. هنا الفرخه يا بنات كانت استوت معايا. هبدا ان انا اشيلها كمان من الشوربه، وكمان هستخدم بقى احط الحله بتاعه المحشي بتاعتي على نار عاليه في الاول، وهبدا ان انا ازودها بالشوربه القمر بتاعتي. طيب الشوربه بتبقى التزويد المحشي ازاي يا بنات؟ ما بيبقاش الشوربه باينه خالص من الحله الا ما تبداي يعني تميلي الحله كده تشوفي الشوربه. الشوربه لازم بتبقى اقل من الطبقه اللي تحت اول رئه خالص من المحشي، ما بتبقاش ما بيبقاش الشوربه باينه من اول رئه. فاهميني؟ علشان المحشي يبقى مفلفل معاكي وما يبقاش معجن. هنا بقى هبدا ان انا احمر كده شويه ممبار في الاير فراير. بصوا ولا بيحتاج زيت ولا اي حاجه، هي دهنه بسيطه خالص بالفرشه كده، ويبقى معاكي في منتهى الجمال. شايفين لونه عامل ازاي؟